السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر عبود. ايش حالكم؟ شو اخباركم؟ عساكم تكونوا طيبين ومرتاحين. اليوم صراحة جبت لكم فيديو جديد، راح اغطي لكم هجمات للنهب، هجمات سرقنا فيها فوق يعني ملايين، قسم بالله بالملايين. يعني مثل ما تشوفون هاي اقوى هجمة صراحة هجمتها انا. يعني شوفوا تقريبا 1,000,000 من الذهب و800 ألف من هذا الاكسير البنفسجي، وعندنا الاكسير الدارك. شوف الدارك بس، شوف الدارك كم سارق انا: 3000 5000 4000 4000 4000 4000 2000 5000 اوبو 7000. اخر هجمه يا الله. يعني الصراحه الاستراتيجيه هذه من الاخر، والله بيني وبينكم يعني ما قص عليكم، بقول لكم الصدق يا اخي. انا هجمت باستراتيجيتي المفضله، استراتيجيه اللافالون. حسيت الصراحه ما تنفع بالمره، ما تنفع استراتيجيه اللافالون. توقعتها انها تكون قويه وما ادري شو حركات، هذا هو اللي انا بنهب الحين. يعني ما ادري اذا تتذكرون، يعني قبل او كل حلقات النهب اللي انا انزلها في القناه اقول لكم ان استخدم استراتيجيه اللافالون من اقوى الاستراتيجيات وتدمرون اي قريه. بس يعني عقب ما استخدمت الماينر اشوف لا والله انا غلطان، قسم بالله اني غلطان. هي والله اني غلطان يا اخي. شوف الماينر كيف، يعني بس عليك انك تنظف جهه معينه وخلاص تنزل الماينر، السلام عليكم، خلاص صلى الله وبارك. كسر. شوفوا كم باقي، دقيقة وربع الحين بنزل الماينر. شوفوا كيف نزلتهم بالوسط، استخدام استراتيجية الامر. اكسروا المباني، الملكة موجودة، الملك ما نزلته تقريبا. شوفوا هنا استخدمت الهيل على الملكة، بتقولون هذا غبي ليش ينزل الهيل للملكة ما ينزلها من الماينر. بقول لكم انا الحين ابغى اهجم بعد هذه الهجمه هجمه ثانيه، ما ابغى الملكه تكون ميته، فشو اسوي؟ استخدمت خلطات الهيل على الملكه علشان تكون قايمه وموجوده في الهجمه الثانيه. فهذه هي الاستراتيجيه يعني اللي انا استخدمتها او اني استخدمها. خلينا نشوف، تبون اراويكم هذه الهجمه ولا خليها الهجمه اللي بعدها؟ يلا الهجمه اللي بعدها، ما بنزلها الحين. وصح يعطيكم العافيه على كل تعليقاتكم الطيبه في الفيديو اللي طاف، صراحة يعني اشكركم والله العظيم. يعني تعليقاتكم في الفيديو اللي طاف واللي حمسني اني انزل حلقات زيادة. بس الصراحة مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية، امر بظروف تمنعني اني انزل حلقات باستمرار، فبحاول ان شاء الله في الويكند انزل. وبعد لا تنسون اخونا محميد، بعد رد محميد لليوتيوب وبعد يوم شفت حلقتها بعد تحمست انه عبود ليش ما تنزل حلقة ثانية. ان شاء الله نحاول في الويكند شي انزل لكم حلقه. ولعيونكم انتم هذه بطاقه $10 ولا خليها بعدين. شوفوا في هذه الحلقه بيكون في بطاقه $10، متى انزلها متى انت تابع الحلقه بتشوف شي فجاه شي قدامك بطاقه $10 حطها عندك. وما ادري خليه حرف ناقص، لا بدون حرف ناقص ولا هم يحزنون، بطاقه كامله اللي يعني يشوف المقطع من البدايه بيحصل بطاقه $10. ولا تنسونا باللايكات في الفيديو ونشر الحلقة عند ربعكم. وانا قاعد اعلق واتكلم وايد ونسيت اعلق على الهجمة. المهم مثل ما شفتوا الملكة نظفت جهة ونظفت من الجهة وبعدين من الجهة الثانية. شوفوا بعد ما الحين بتقولون هذا عبود ليش ما نزل الملك والدعم وما ادري يا اخي. ما احتاج ابغيهم للهجمة الثانية. يعني ليش اخسر كلاني الحبيب، الكلان اللي ما شاء الله ما قصروا كل شوية يعطوني دعم. يعني قلت بدال ما اخسرهم يعني بخلي بوفر الهجمة اللي بعدها. يلا هجوم المليون. نشوف صراحة بهذه الهجمة انا قلت اول ما شفتها الصراحة قلت خلني بنزلها هاي في اليوتيوب وانا قاعد اهجم، ما قاعد افكر اقول بس يا اخي شو اسوي. او انه ما ابغى انزل الملك، ما ابغى انزل الملكة والدعم وما ادري شو. بس شفت الصراحة الجيش خون فاضطريت اني ادخل كل الجيش. فمثل ما تشوفون الملكة استخدم قدرة الامر بدري، لان شفت الملكة بتموت. عقب نزلت البيبي دراجون من هنا علشان اخذ الكانون. انا ليش قاعد اسرع الهجمات؟ مو بشيء صح اني اسرع الهجمات، بخليها على العرض البطيء. يلا 2x لا 1. فمثل ما تشوف والله الجولم هذا جولم ماكس في الدفاع، قسم بالله بهدلني خلاني استخدم قدرة الملكة بعد. فمثل ما تشوفون شفت ان الملكة هني خونت. شوفوا انا كنت ابغاها تروح هذا الصوب، عقب الملك ينظف من برا مع الباولر
والماينر من هذا الصوب. بس الملكة تعرفون مرات ويا شطحات هاي راحت من هذيك الجهة، فانا قلت خلاص دام اني نزلت الجيش نزلته. شوفوا الملكة على الجهة على اليمين والماينر والملك من الجهة على اليسار ينظفون. فالملكة ماتت والحمد لله ان الهيلر راحوا شوفوا الهيلر بعد خونوا راحوا للماينر. شوفوا راحوا للماينر وخلاص مثل ما قلت لكم قبل لو تتذكرون الحلقات القديمة. الماينر اذا جاء عليه الهيلر خلاص اسمح لي ابوي اسمح لي القرية بتتدمر غصبا عنها بتتدمر وبتتدمر. انا بلاني علق. المهم كمية الماينر كمية كبيرة والملك موجود. الملك طبعا بيموت وكمية الماينر تقريبا على اخر الهدمة بتكون باقي لها شوية يعني. بس المهم كم سرقت شوفوا كم سرقت يا الله. حبتين ولا تنسون يعني. شوفوا انا في الليجند شو اسمه الليجند يسمونه ماستر تشامبيون. والله من كثر ما اني مودر اللعبه حتى ناسي الاكسير الظلام وانا اقول عنها الاكسير دارك اليكسر. المهم فاني قاعد الف وايد انا. خلني بعد شو راويتكم هالهجمه ما راويتكم صح. شوفوا كل هجمات الماينر كلها بالماينر يعني. واللي بيسالني الحين عبود ليش هالموارد موجوده يعني انت من وين تحصل هالموارد انت وين تدور؟ هل تغير في السيرش تغير في اللغه عندك وقت معين انك تهجم فيه؟ والله اقول لكم الصراحه اذا هجمت من بعد الساعه 12 في الليل بتحصل وايد موارد. هذا الشيء الاول. والشيء الثاني يعني مو بشرط الكؤوس مو بشرط يعني تكون مثلا في الماستر في الليجند ولا الشامبيون ولا مو بشرط الصراحه اي مكان. بس انت مثلا اذا كنت في الشامبيون فما فوق شو بتستفيد؟ انه بيكون في بونس. القرى المهجوره موجوده سواء فوق او تحت. بس مثال انت فوق يعني يوم تهجم بتحصل لك مثلا في الدارك الكسير 4000 مع 900 ما ادري 800 من البونس حق الدارك. كم استوى 4800 يعني تسرق 4800 من الدارك ولا انك تسرق 4000. فهذه على كيفك انت. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني يوم تكون الفرق الثاني من فوق وتحت ان يعني تحت يوم تهجم تحصل وايد قرى على طول يعني. اول ما تضغط السيرش تحصل القرية، اول ما تضغط السيرش تحصل القرية ثانية ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. اما فوق يعني تتريث دقيقتين 3 دقائق كل ما رحت فوق يعني كل ما عليت كؤوسك السيرش يطول يعني. شوفوا السيرش طول هنا. الحين شو اسوي؟ الحين انا ابغى اهجم قدامكم بس ما اقدر. ليش بتقولي ليش؟ لان ساعة لما احصل قرية شو السالفة؟ انا ابغى اهجم اراويكم الحين الهجمة لايف كيف بهجم. بس على الاقل ابغى ادور 4000 من الدار. والله بيني وبينكم ما حصلت قرية لما اسوي السيرش فقلت خلني اوقف شوي وبعدين اهجم. المهم حصلت قرية يعني صراحة قرية قوية. شوفوا كم يعني شوفوا جريب مليون من الذهب، مليون من الاكسير، 6000 من الدارك. هذه اكثر من الهجمة الاولى اللي عرضتها لكم. شوفوا الموارد يا بابا. وغير شو اسمه هذا عندك البونس الله خلاص يعني شبه بس خلاص يعني. فقلكم يعني الموارد حبتين. والله ما توقعت انه بهالوقت احصل موارد بس والله حصلنا موارد. ونروح والله روح شوف الملكة الماشي الصراحة خطيرة. ويو الملكة اذا كانت ليفل 60 خلاص والله. والماينر ذا ماكس والملك والامر بعد ذا ماكس. لا الصراحة يعني لمحبين النهب يعني صراحة انصحكم طوروا الماينر والملكة. بس ركزوا على الماينر والملكة. اذا قدرتوا تطورون الامر يا وايد زين. فمثل ما تشوفون بديت تنزيل الماينر والملك من الجهة على اليمين. كمية الماينر كمية كبيرة والملكة بتنذبح والامر بيروح. بس اهم شيء كمية الماينر كمية كبيرة ما يقدرون خلاص القرية بتروح القرية. شوفوا الماينر شو يسوي روح على البيت اخر شيء الدارك. وهذا شوفوا الحين براويكم. شوفوا هذا اللي انا سرقته مع البونس كم استوى. احسبوا يا اخي البونس. فهذه القرية اوكي فيها دارك. نشوف القرية اللي عقبها. شوفوا القرية هاي توني فريش توني هاجم
توني هاجم. فمثل ما قلت لكم يعني ما عليكم، ارفعوا كؤوسكم، استخدموا استراتيجية الملك الماشية، وفى عليكم راح تنهبون نهب مش طبيعي مش طبيعي، خاصة بهذه الفترة اللي يستغرب يعني ليش في الموارد موجودة بكثرة. ليش موجودة بكثرة؟ بسبة العرض اللي حاطينه هذا، تسرع المناجم بكم بجوهرة واحدة، فشيء مش طبيعي يعني مخلي سوق مو بالسوق، المهم مخلي المزارع يعني موجودة بشكل كبير تساعدك انك تطور قريتك. فالحين الغبي اللي ما يطور قريته، يعني نفسي انا انشغل الصراحة اسبوع كامل فما اقدر اطور قريتي، فلو كنت فاضي يعني كنت والله بطور قريتي يعني هالفترة الصراحة والله ما تتعوض يعني. بعدين اول ما يخلص يعني بعد شهر تقريبا او بعد 22 يوم بيخلص هذا العرض، تعال الحين وين بتحصل موارد؟ قل لي وين بتحصل موارد؟ فيا اخوي يا صديقي يا عزيزي يا زميلي في لعبة كلاش اوف كلانز، شد حيلك، طور قريتك. وهذه اخر هجمة اعرضها لكم اليوم بحلقة اليوم. اتمنى حلقة اليوم نالت اعجابكم، واذا عجبكم المقطع لا تنسونا باللايك والاشتراك ونشر المقطع عند ربعكم. واذا عندك اي تعليقات او شيء تقدر تكتب لي اياه في الكومنت. وكان وياكم مستر عبود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.